حبيباتي العذرات يا الغاليات، كشراكم ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير. توحشتكم يجدكم، توحشتكم مليان. بديتها معكم بهذا الامبيونس يا حبوباتي. هذه الغنيه عجبتني بالبزاف وتاثرت فيها بالبزاف، لا خاطر يهضروا فيها على الام وعلى الاخ، وانا مفتقدتهم في زوج. ان شاء الله ربي يرحمهم ويوسع عليهم ويخلي لي الاب تاعي تاج فوق راسي. وجيت نبدا معاكم الروتين تاعنا مطرطق بالشطاره، روتين متنوع. وشاركت معاكم كي رحت نبارك لجارتنا كي جات من الحج، روتين في الشبوبي. يلا حبوبات، راح نشارك معكم وصفه تاع الخبز للمبتدئات. هذا الخبز تاع المطلوع جهه الغرب، الناس مغنيه يديروه بالبزايف ويبيعوه في المحلات. جيت نشارك معكم الوصفه بالتفصيل. انا يا حبوباتي كنا في دارنا، الاخت نتاعي هي اللي دارته. هنا يا حبوباتي حنا ما استعملناش الميزان ووزننا الفرينه، درنا كميه معينه وضفنا ليها شويه ملح حسب الرغبه. كما نقولوا الملح لازم تكون حسب الرغبه. شوفوا نتوما كيف تاكلوا الخبز تاعكم، وتضيفوا له مغرف تاع سكر. حنا ضفنا مغرف وشويه تاع سكر، وضفنا مغرف كبير تاع خميره العجين. وبعدها يا حبوباتي خلطنا هذيك المكونات مع بعض. اذا استعملتي كيلو د الفرينه ديري له مغرف سكر، مغرف ملح، وديري نص مغرف صغير تاع خميره العجين. وانا يا حبوباتي كما راكم تشوفوا جبت الماء دافي، خلطته غايه الغايه كما راكم تشوفوا. تلم هذيك العجين تاعكم بهذه الطريقه. ما تخلوش كما نقولوا متماسك، وما تجروش بزاف. سورتو المبتدئات ننصحكم ما تجروش بزاف. هو اللي جاري هذاك العجين اللي يجي خفيف ويجي روعه ويقعد طري. مي اللي مبتدئات ننصحهم يخلوا العجين تاعهم متماسك، عاد قابت روحه. مي هنايا يا حبوباتي الاخت نتاعي شويه خففاته ويجيه هشيش ويجي رطب ويجي روعه. شوفوا يا حبوباتي هنايا كيف راهي دير تدمك فيه بهذه الطريقه. وكما راكم تشوفوا راهي تخلط فيه. ولازم يا حبوباتي كوختا ديروا يديكم في الماء وتخدموه باه ما يلصقلكمش العجين في يديكم بالبزاف. هنايا كما راكم تشوفوا دارت الماء في يديها وبدات تدمك فيه بهذه الطريقه. هذا العجين بالبزاف اللي طلبوا لي عليه وقالوا لي شاركينا الوصفه نتاع العجين تاع مغنيه. وكل ما ندير الوصفه في قناتي الاخوات تاعي كي يعجنوا ولا انا قولوا لي شاركينا الوصفه بالتفصيل. انا كما راكم تشوفوا درت له الماء وطبعاته، وبعدها غطاته وخلاته يريح. بعد ما ريح هكا حل 10 دقائق. شوفوا يا حبوباتي العجين تاعنا كيف اطحى كما نقولوا رطب وما فيش هذوك الحبيبات. بدات تدمك فيه بهذا الشكل. دارت الماء في يديها وبدات تدمك فيه بهذه الطريقه. هي راه توريكم هذه الطريقه باش المبتدئات يعرفوا ويتعلموا له ويجيهم سهل. كيما راك تشوفوا هنا صورت لكم بالتفصيل. هنا حبوباتي بعدها عاود غطاته وخلاته يرتاح. وبعدها هنايا جات عاود بعد ما ارتاح جات تعدله كما راكم تشوفوا تطبع فيه بهذا الشكل. شوفوا العجين تاعنا كيفاه ولا خفيف ولا روعه جا ما شاء الله. غطيناه وخليناه يرتاح المره الاخيره. وانتم يا حبوباتي بالك ديروها مره ولا مرتين غادي العجين تاعكم يتنطبع ويولي شباب. كي قريب يوجد يا حبوباتي جبنا الطاجين تاعنا ودهناه بالزبده. ننصحكم تدهنوه بالزبده كما نصحتني الاخت تاعي. الزبده يا حبوباتي تخلي الخبز تاعكم طريه من تحت، هذيك القشره اللي تجي من تحت تجي رطبه وتجي طريه، ماشي كيما كي تدهنوا الطاجين تاعكم بالزيت. حنا ندهنوه بالزبده باه ما تلصقناش الخبز تاعنا وتجي طريه من تحت وتجي حمراء وتجي ما شاء الله. هنا يدهنا حتى الاطراف كما راكم تشوفوا. كاين اللي يقول لهذا الطاجين، كاين اللي يقول لهم المقله الكحله، كل واحد كيفاه يقولها. هنا العجين تاعنا كنوجد نبداو نقطعوه فيه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نرفدوا كميه العجين حسب المقله تاعكم. ما تديروش الخبز تاعكم غليظه وما تخلوهاش رقيقه عاود، لاخاطر تجي عاود قاصحه لو كان ترققوها. هنايا درنا حركتيتنا كان فيها دقيق. هذا الدقيق الفينو اللي يجي رطب بزاف تخلوه على ديك الكتانه وبعدها تدروه على ديك الخبز اللي تقطعوها وديروها في الطاجين تاعكم. نعاودوا الطريقه باش تشوفوا، عاودتها لكم شحال من مره باش تشوفوا بالتفصيل. انايا نرفدوا هذيك الكميه د العجين بهذا الشكل وبعدها نحطوها في هذيك الكتيتنا اللي راه فيها الدقيق وندروا عليها هذاك الدقيق غايه الغايه كيما راكم تشوفوا. نغطوها غايه وبعدها يا حبوباتي نرفدوها ونحطوها في الطاجين. كاين بزاف طرق يا حبوباتي بهذه الطريقه المبسطه للمبتدئات باش بالخف يوجد لهم الخبز. هنا يا حبوباتي صورت لكم كيفاش يقطعوا شحال من خبزه، ما صورت لكم شي وحده باه
ديو الفكره في راسكم والطريقه كيفاه، باه ما تقولوليش صورتي لنا لقطه ولقطه ما صورتيها لناش. صورت لكم كل شيء بالتفصيل كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وان شاء الله يا حبوباتي تجربوه كيما بزاف اللي جربوا البريوش تاعي اللي درتها في الفيديو اللي فات وقالوا لي جانا روعه. نتمنى حتى الخبز تجربوها وتردوا لي بالخبر، وان شاء الله تجيكم الطريقه سهله ومبسطه. انا يا حبوباتي قطعت كاع ديك الخبز ودرناها في الطواجن، وبعدها يا حبوباتي رحنا نعدلوها في هذيك الطاجين. شوفوا يا حبوباتي، ديروا شويه زيت ولا شويه ماء وتبداي تعدلي هذيك الخبزه تاعك في الطاجين. هنا انا الاخت نتاعي كندير الزيت، تقدري ديري الماء باه دي هذيك الحموريه، حتى بالماء تجي هذيك الحموريه وبالزيت تاني تجي الحموريه. كيما راكم تشوفوا نعدلوا هذيك الخبزه تاعنا غايه الغايه في الطاجين بهذا الشكل كيما تشوفوا. صورت معكم شحال وحده. نتوما يا حبوباتي عندكم ترققوا الخبزه وما تخلوها شغليطه، ما ترققوها ما تغلطوها، ديروها موايه كيما راكم تشوفوا. صورت معكم وحده بوحده، وراني عارفه راني نعاود ونكرر في الهضره. ان شاء الله يا حبوباتي ما نكونش ثقيله عليكم وصعي. هنا كيما تشوفوا عدت الخبيزه تاعنا بهذا الشكل. وبعدها يا حبوباتي الاخت نتاعي فاتت باقت تفقرهم بيديها كما راكم تشوفوا. هنا الكبارات فقرتهم 4-5 الفقيرات، واللي صغارات درت لهم فقيره هكا في الوسط باه كي يطيبوا ما ينتفخوش ويطلعوا. لو كان متفقرينش غادي ينتفخوا ويطلعوا في الوسط ويقعدوا عايبين. نتيا فقرينهم باه هذيك النفس تخرج كيما راكم تشوفوا. وبعدها يا حبوباتي هاد الطواجن كاع غطيناهم وخليناهم يريحوا هاد الخبيزات تاعنا حتى يريحوا، عاد نبداو نطيبوا فيهم. انا حبوباتي بعد ما ريحوا نشعلوا الطابونه تاعنا تكون مجهده، ونحطوا هذاك الطاجين تاعنا اللي فيه الخبزه ونخلوه فوق النار. كراو هذيك الخبزه تاعنا بدات تطلع وكل شيء ندخلوها للفرن يكون حامي. الفرن تاعك يكون حامي غايه الغايه باش الخبزه تاعكم طيب كما نقولوا فيت بالخف. انا حبوباتي علاش نستعملوا هذه الطابونه؟ باه نسرعوا الطياب باش بالخف طيب لنا والطاجين يكون حما غايه الغايه. كي تدخليه في الفرن بالخف الخبزه تاعكم الطيب كيما راكم تشوفوا. كي تراو هذيك الخبزه تاعكم بدات تطلع غايه الغايه. شوفوا انا صورت لكم بالتفصيل كي بدات تطلع لكم الخبزه، وهنا صورت لكم الخبزه في وسط الفرن. شوفوا يا حبوباتي من داك الزاجه شويه مدببه ما بانتش غايه الغايه. شوفوا كيفاه بدات تحمر، جات تشهي جات ما شاء الله. وهنا نرجعوا الخبزه تاعنا اللي فوق الطابونه. شوفوا كيفاه بدات دارت هذيك الفقاعات جات ما شاء الله. ندخلوها في الفرن طيب ونبلعوا الفرن بالخف يا حبوباتي ما تطولوش. انايا وجدت الخبزه كنت رايحه ندير الاب تاعي نص باه يفطر، لا يطول في عمره ويعطيها الصحيحه. هنايا صورت لكم كي قصيناها. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله، جات هشيشه. شوفوا الحموريه ما شاء الله جات هاد الخبز. نتمنى يا حبوباتي تجربوها. هاد الخبز تجي شابه بالبزاف وتجي روعه. وان شاء الله يا حبوباتي نكون فت بالوعد نتاعي، وان شاء الله المره الجايه نشارككم المطلوع تاع الطاجين بطريقه واحده اخرى، وان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. وهنايا الاخت تاعي كدات لنا مقارون بفياند هاشي جا روعه وجا بنين فطرنا به. هذا هو الفطور تاعنا يا حبوباتي، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وكنا الاب تاعي كنا درنا له البكبوكه كما كاين يقول لها البكبوكه وكاين يقول لها العصبان. الاب تاعي ما دعوتهاش مع هكا المقارون وصوالح، درنا له العصبان. كان جبتها له الاخت نتاعي، احنا كان بينا جبنا له وحده وحده ندوقوه من العيد تاعنا وندوقوه من الكبده تاعنا كيما هو ديما يتفكرنا وديما يذوقنا من العيد تاعه. وهنا حبوباتي كنت درت هذا الكاطو في داري. جارتنا كانت جات من الحج مصحتها وعقبال بناتها وعرايستها ووليداتها كامل ان شاء الله، عقباليهم ان شاء الله، وعقبال كاع اللي ما راحوش ان شاء الله ربي يوصلهم داك البلاصه. وهنا يا حبوباتي كنا رحنا انا والاخت تاعي نباركوا لها. والله يا حبوباتي صورت لكم مقتطفات كنت نصور مي حشمت في الاول. بعدها كانت بنتها عرضت عليا باه نصور بنتها كبروا بينا. وهذه جارتنا ما نساوش كاع الخير تاعها، كانت وقفت معنا في الملاك تاع الاخ نتاعي
هي اللي دارت لنا الكاطو، وقفت معانا ودارت معانا شحال من نوع د الكاطو. الله يكثر خيرها. الكاطو تاعها يا حبوباتي ما يتنشبعش. هذه جارتنا ما شاء الله عندها حل كاطو روعه، يدها يخرج العجب المعجب ما شاء الله. خموس وجبريل عليها وعلى بنياتها. وانا يا حبوباتي بعدها جبت لنا بتبتها، جبت لنا الماء تاع زمزم. ذوقونا والله يا حبوباتي. دعينا الدعاء ان شاء الله يكون مستجاب. وضحكنا هنا. بنتها هي اللي قالت لي باغيه تصوري وكل شيء، وهي اللي قالت لي لا تصوري عادي. والله يا حبوباتي صافي بليزير لقيتهم متفاهمين، وهما اللي قالوا لي صور. كاين ناس ما يبغوش كيتصور، ولا كل واحد حر. مي والله يا حبوباتي كبرت فيا كي قالوا لي عادي لا صورتي، فرحت ووريت. ما كنتش على بالي باللي راهم متتبعات نتاوعي في القناه، والله ما كنت على بالي باللي على بالهم باللي عندي قناه في اليوتيوب. وهنا كما راكم تشوفوا تصورت لكم هاد المقتطفات. هنا جابوا لنا التمر ما شاء الله، ذوقنا ودعينا. وبعدها يا حبوباتي هنا شوفوا وليداتنا كانوا فرحانين، داروا السناسل والمسايس، كانوا فرحانين بالبزاف كما راكم تشوفوا. وانا كما راكم تشوفوا هذه بنت اختي بدات كسرتو، هذه الصغيره ضحكنا عليها حتى شبعنا في الليل. بعد ما رقدنا يا حبوباتي كل ما تضربها فيق هكا في الليل دينا مسايسي فين راهم، مسايسي فين راهم. والله يا حبوباتي ضحكنا عليها حتى شبعنا داك النهار. قلت لاختي راهي سترفي بالمسايس، خايفه لين نحيوهم لها. وانا حبوباتي كانوا الاخوات تاعي طلعوا للسوق بعد ما جينا من عند جارتنا. كانوا طلعوا للسوق وانا قعدت ندير العشاء. ماشي ندير العشاء، كنا مقررين واسمو نديرو. ايا جبت هذا اللحم باش يتكونجلا، كنا معمدين نشوي، والاب تاعي قلنا شوي وذوقوا العيد تاعي. وهنا كان خلانا الملفوف ربي يطول في عمره ويرزقوا الصحه. والله يا حبوباتي ديما يتفكرنا ويتفكر وليداتنا والازواج تاعنا، ديما يخلي لنا سفود كيما نقولوا قطيب تاع الملفوف. والله ما نطمعوا فيه، وهو ديما يتفكرنا، وحنا عاود ديما نتفكروه ما نخلوهش وما نبخلوش عليه. كيما هو ديما يتفكرنا. كيما بكري كنا نجيبوا له ليه، والام تاعي اليوم رانا نجيبوا له ليه، ولا مات الاب تاعنا ندوقوهم. وهنا كنا عزلنا تاع الازواج تاعنا، وعزلنا تاع الاخت نتاعي اللي كانت غايبه، وعزلنا نتاع الوالدين تاع زوجة الاب تاعنا. وهنا وليداتنا كانوا يلعبوا على جيه وحنا نشويو على جيه. كانت الاخت نتاعي كي جات من السوق بدات تشوي كما راكم تشوفوا. وحبوباتي بغيت نقول لوحده كانت سقساتني قالت لي كيف ديروا لوليداتكم كي تكونوا مجتمعين، حنا والله ما يخلونا. بغيت نقول لك يا حبيبتي وين ما حنا وليداتنا كي نجتمعوا يا حبيبتي، إيه هذا ضرب هذا راه يبكي، هذا يعيط، حنا رانا نعيطوا، حنا رانا نزقوا. والله يا حبيبتي كاع كيف ما تقوليش بالك وليداتنا راهم ساكتين ولا يبانوا لك لا لا حبيبتي، والله لا كاع كيف كاع كي يتلاموا كيما نقولوا يبقاو الزقا وكل شيء. علاش يقول لك بعدهم يتحابوا قربوهم يدابزوا، هادو هما على وليداتنا. والله يا حبوباتي هنا كان الاب تاعي جاي يتعشى حدانا، قلنا ان ناكله من الشوايه. كانت الاخت نتاعي تشوي، حنا بكري كان الاب تاعنا هو اللي يشوي لنا. هذه عام ولا عامين اللي كان هو يشوي لنا. مي اليوم والله ما طحينا نطمعوا فيه، الله غالب الصحه خانته ان شاء الله ربي شافي. دعيوا له يا البنات ربي شافي. رجلين كيما نقولوا مشاو مع الصحه. وهنا قال البنات اختي روحوا نصوروا ودرعهم وبقى يصور معاهم. هنا كاع وليداتنا راحوا يصوروا مع دي صغير الكبير ويسلموا عليه فرحانين، وهو يضحك معاهم يا حبيبتي يدير لهم خاطرهم. ربي يخليهن ويخليهن كي الشمعة الضاوية في دارنا. ما قدرين نحملنا حنا من قعده تاع مينتي ومن الضحكه تاع مينتي محلاوه الملمه معاها وهذيك الجمعه. مي الاب تاعي ديما يدير البوسيبل تاعه باه ما يخليناش نحسوا بهذاك الفراغ، ويحبنا ودائما يلمنا ويعزنا. شوفوا يا حبيباتي هنايا كاع راهم يسلموا عليه، اللي يسلم على الراس، اللي يسلم على الخدود، كل واحد منين جا ويدرعوا ويبوسوا فيه. ان شاء الله ربي يطول في عمره ويرزقه الصحه. وانا قال لهم يجيبوا لي على هذاك البوبون تاع وليد بنت اختي، قال لهم حتى هو راه وليد بنتي، هذاك عزيز عليا كما كتشوفوا. صور معاه، وهذاك ولد بنت اختي كان مهرق بالفرحه كما راكم تشوفوا، يلعب معاه ويسلم عليه. وان شاء الله يا حبوباتي ربي يطول في عمره ويخليه لنا تاج فوق ريصاننا. حبوباتي ما نطلب منكم والو، دعوا لي للاب تاعي بالشفاء ان شاء الله يا ربي يشافيه ويعافيه وطوالة العمر. هنا يا حبوباتي كانت الاخت تاعي كملت الشوا، بعدها شوت هذاك الملفوف وردت اللحم يحمى شويه،
وحنا كنا حطينا الطابله ديال العشاء، قلينا البطاطا ديالنا سلاطه مع الزيتون والبطيخ والنيمولاد، وبعدها دخلنا شوا تعشينا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وان شاء الله يا حبوباتي يكون عجبكم هذا الروتين. بزاف اللي يعجبوهم روتينات في دارنا لما مع خياتي ومع بنات خواتاتي، ونحبكم يا خياتي. ما تنسونيش بهذاك الجام فضلا وليس امرا، وما تنساوش تدخلوا قناه الاخت نتاعي قناه بنت بيتي، راهي تشارك معكم روتينات شابين وصفات يوميه تعاف في الفيرما. نحبكم يا جدكم. باي 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 باي.